يعني تصور الملف السني، علماء السنة يعتقدون بعصمة 120 ألف صحابي، شوف، ولا يعتقدون بعصمة رسول الله، ولا يعتقدون بعصمة أهل البيت. ما يسمونها عصمة، يسمونها نظرية عدالة الصحابة، بالتالي عصمة. لما تخاصم الصحابة وتقاتلوا فيما بينهم، يعني عثمان بن عفان مثلا قتل أبا ذر الغفاري مثلا، عمر بن الخطاب أمر خالد بن وليد فقتل سعد بن عبادة مثلا عائشة وطلحة والزبير تخاصموا مع علي بن أبي طالب فقتل في معركة 17,000 جلهم من الصحابة. زين، هاي الناس تتكتل شنو ذوني؟ قال لك عائشة تؤجر لأنها اجتهدت فأخطأت، الزبير يؤجر، طلحة يؤجر، وعلي يؤجر، نفس الشيء كلهم يؤجرون، وكلهم يطبون بالجنة، يشابقون هناك وكلهم يطبون الجنة وكان الله يحب المحسنين. فالصحابة كلهم عدول. انتم الشيعة الإمامية شو تقولون؟ نحن نقول الخليفة السعيد، السنة قالوا الخليفة اللي يخلف شنو؟ يخلف الجن، يخلف النسناس، يخلف الخلق اللي كانوا قبلنا، انيادر تال على مدري شنو، ما ادري شنو كان قبلنا. بينما الشيعة الإمامية قالوا لا، الخليفة هو خليفة عن الله تبارك وتعالى، الخليفة هو ظل الله في الأرض، ظل الله، فلا بد للخليفة أن يتخلق بخلق من بعثه، بما أن الله تبارك وتعالى هو المؤدب، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذا لازم الخليفة أن يكون مؤدبا بأدب الله. شنو يعني مؤدبا بأدب الله؟ الاصطلاح الشيعي شنو؟ معصوما، خلاص. إذا نشترط بالخليفة أن يكون معصوما. وعليه فلما أنا أطرح ملف أن علي بن أبي طالب منصبا من عند الله بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، استمرار لمشروع آدم، استمرار لصاحب الزمان. علي بن أبي طالب ما إجاني صبح الصبح وقرر رسول الله أنه يسوي خليفة، مو بالشكل هذا، وإنما هو استمرار لمشروع السماء. زين، فصار عندنا، إذن صار عندنا من هناك بدأ الخلاف والاختلاف. هم فهموا أن الخليفة ممكن أن يكون يزيد بن معاوية، ممكن يكون صدام حسين، ممكن يكون واحد من الآن مثلا محمد بن سلمان آل سعود، هذول الزنات البغاة الفجر الفسقة، يقول لك ما يخالف، يصير السمع والطاعة. نحن نتكلم عن فرض، نتكلم عن عصمة، انت ضال تتكلمني بذن السوالف مالتك.